يا صباح الفل ويا مساء الفل حسب توقيت بتشوف فيه الفيديو. معكم ام جي 93 من قناه ميديو جيمز او مستر ميدو على ما تغيرها. مقطع النهارده هيكون مقطع رياكت. انا كنت سالت سؤال على تيك توك. لو انتم ما تعرفوش انا عندي اكونت تيك توك داخلين على 10000 فولور ان شاء الله، يعني في الطريق الى 10000 فولور. خلاص فاضل حوالي 2000 او 1000 ونص تقريبا. كنت سالت سؤال: ايه رايكم اعمل فيديوهات رياكت على اغرب المحتويات اللي بيتم تقديمها في اليوتيوب المصري او على التيك توك المصري؟ كنت حاطط كده كذا اسم في ناس. فالناس قالت لي اعمل فيديو عن دكتور مكاوي. اللي ما يعرفش مين هو دكتور مكاوي، فهو بيقدم نصايح ازاي تعتني بنفسك، ازاي تنجح في حياتك، ازاي تلبس، ازاي تاكل، ازاي تشرب، ازاي تكلم بنات. وده الفيديو بتاع النهارده، هيكون بعنوان 4 حاجات سحريه باد بويز ليه البنات بيحبوا. هي الباد بويز جت في النص فنقراها تاني من اول وجديد. 4 حاجات سحريه ليه البنات بيحبوا الباد بويز. لو انت ما تعرفش ايه هو الباد بويز، فهو بين المصطلح المصري كده هو الشاب الروش اللي البنات بتجري حواليه او بتجري عليه، او عنده صحاب بنات كتير قوي، ما عندوش صحاب ولاد. فانا ما شفتش المقطع، بس وانا عامه بتابع دكتور مكاوي عشان اجلد ذاتي. يعني عارفين اجلد ذاتي يعني باعاقب نفسي. بس يعني هو محتوى تافه، محتوى تافه مفيش مع مصر، خصوصا جزئيه البنات اللي هو بيتكلم فيها دي. لان اولا هو فاكر ان البنات في مصر مش محترمه. مفيش بنت في مصر اهلها هتسيبها انها تنزل تكلم ولد او تصاحب ولد او تكلمه. او مفيش ولد في مصر هيقبل على نفسه ده او يقبل ده على اخته. او انا مش عارف مكاوي جاي منين، حاسس مكاوي جاي من لاس فيجاس في امريكا، مش عارف ليه. طيب يا سيدي شكرا. مبدئيا كده احنا لازم نوطي الصوت شويتين عشان ما ناخدش كوبي سترايك او كوبي رايت او اي حاجه من الحاجات اللي بتتقال على اليوتيوب دي. هو واضح هنا ان هو بيعمل مشروب الطاقه بتاعه او حاجه زي كده، انا مش عارف ايه ده الصراحه، بس دي ويب دي كريم. وده اللي هو اكيد مشروب بروتين عشان هو بيروح الجيم. بس حل البلندر اللي معاه ده. بس شايفين يا جدعان؟ بصوا، ميكاوي MEKA. شايفين النظره اللي هو بيبص بيها دي؟ دي نظره للمستقبل، نظره للمستقبل المشرق. مش عارف بقى هل هو مستقبل مشرق في مصر ولا هو هياخد بعضه ويسافر، او انا مش عارف. لا يا جماعه، لو خدتوا بالكم على الشمال كمان الراجل بيشرب نسكافيه جولد. الراجل غني. أول حاجة، لبسك بيفرق. ما ينفعش تبقى باد بوي وتلبس زي ما الناس بتلبس. ماشي، مبدئيا كده هقولها كمان مره. مبدئيا كده الانسان العادي بيلبس لبس عادي عشان هو له كلاس اصلا. الباد بوي بيلبس لبس باد بوي عشان هو باد بوي، عشان هو واد روش. لو الناس لابسه شتوي في الصيف، هو لابس صيف في الشتاء. والله دمي خفيف. لو الناس لابسه في الساحل مايوهات، هو لابس بدله. هو بص، هو شريك مخالف. هو بيشوف الناس بتعمل ايه، بيروح يمين هو بيروح شمال، بيروح شمال هو بيروح يمين. بس عامة عايزين نشوف مكاوي هيقول ايه في بخصوص اللبس. يعني هل نلبس ايه تحديدا؟ يعني مش عارف. تاخد الطريق السهل اللي ما بيخوفش. هو ايه يعني الطريق السهل ما بيخوفش؟ انا اعرف ان اللبس ما بيخوفش، مش عارف. الباد بوي بيلبس غير الناس، بياخد الطريق النوش اللي محدش طريق النوش ده زي طريق الجلالة كده، طالع الساحل مثلا. ولا هو فاهم ايش قاعد يقول ولا احنا فاهمين هو ايش قاعد يقول. غيره بياخده. ما بيبقاش تيبيكال وممل في لبسه، بيبان مميز، بيبان وسط الناس تلبس تيشيرتات بس، قمصان بس، هو يدخل عليك لابس الحتتين مع بعض. عامة ماشي، يعني لو عاوز تبقى باد بوي فانت لازم تلبس الحتتين فوق بعض، التي شيرت مع الشيرت، اللي هو التيشيرت والقميص مع بعض وبس. عشان لو حد لابس تيشيرت يبقى انت لابس تيشيرت، ولو هو لقيت حد لابس قميص يبقى انت لابس قميص برضه. في كلتا الحالتين انت هتبقى الميكس، انت مجمع الاتنين مع بعض، يعني ما فيش حد عارف يفتح بقه معاك. الناس تلبس القمصان وتقفل لحد فوق وتقفل الكمام. هو الطبيعي انك لما بتلبس قميص بتقفل الزراير كلها لحد اللياقه، تقفل الكم. يعني في ناس بتحب تلبس كده، انا واحد ناس بحب اعمل كده عادي يعني. هو يشمر ويفتح اول زرارين. الناس تخاف تلبس الجاكيت الجلد او البوتس. لا، ثانيه بس عشان هو قال حاجه هنا مستفزه شويتين. الناس بتخاف تلبس الجاكيت الجلد، بتخاف تلبس البوتس. مش بس اللبس، المشية الواثقة، الضحكة الواثقة انت بتقول ايه؟ عليه. ومش بس اللبس، المشية الواثقة، الضحكة الواثقة. طب الضحكه الواثقه دي ازاي؟ يعني مش فاهم ازاي اكون باد بوي وعندي ضحكه واثقه ازاي. ماشي نكمل بقيه الفيديو. ودلوقتي راح مكان يطلب منه الفطار بتاعه او البريكفاست بتاعه، عشان نقول بريكفاست عشان نبان ان احنا باد بويز قوي. طبعا ده كفاية ماك كده. كفايه ماك. انا اول مره اشوف باد بوي بيفطر من ماك. يعني اللي بيفطر من ماك ده واحد من المعادي، واحد فرفور من التجمع، واحد فرفور قوي 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 من الرحاب. هو هنا بياخد اول قطمه، هنا بياخد تاني قطمه. هو كده المفروض ان هو عاجبه ولا ايه بالظبط؟ ولا هو يقيمه ازاي؟
لا ده بيفطر يا جماعه من ستاربكس. استنوا نعمل زوم، هنعمل زوم في المونتاج، بس هو بيفطر من ستاربكس يا جماعه. ده هو راح من ماك اصلا بتاع الفقراء، معلش هو ماك فعلا بتاع الفقراء مش هنضحك على بعض، الستاربكس تلاقي سندوتش بيكلفه مش اقل من، يلا ما علينا. إيه فسند ده هيقيمه بكام؟ ده هيقول عليه طعمه ايه دلوقتي؟ 6 من 10. ايه يا فاجر يا كافر، الواد ده بيرفض النعمه والله العظيم. يلا يا عمرو. الباد بوي دايما بيبان اللي هو مش همه، وده بطريقه او باخرى بيخليه باين جذاب جدا للناس. يعني بيقول لك ان انت عشان تبقى باد بوي، لو حد جه قال لك مثلا ايه، او لو انت نتكلم عن البنات عشان بما انه بيتكلم عن البنات وكده، فلو حد جه قال لك داليا بتكلم احمد، فتقوم قايل له مش مشكله، اللي هو انت مش فارق معاك يا ابني، ما تكلم احمد ولا تكلم ساره ولا تكلم تامر، احنا مالنا، عشان انا باد بوي مش فارق معاك الكلام ده. ثانيه واحده ماشي، انا ما عنديش مشكله ان انا اطلب ان اقابل بنت ونخرج واعزمها على اكل او شرب او اي حاجه، بس اعكسها. الواد ده اكتشاف. بلاش دول، ده انت ليه في وجهه نظر انك ان البنات فعلا مش متربيه؟ هل انت في وجهه نظرك ان البنت فعلا نازله من البيت انها مش متربيه مثلا، انها نازله تقابل ولاد وخلاص؟ اكيد المصطلحات اللي انت بتقولها دي غلط، ولو انت بتقول كده بس عشان اليوتيوب وتجيب مشاهدات وتجيب فيوز وتجيب فلوس فهو غلط، لان اكيد في ناس بتتفرج عليه، اكيد في ناس صغيره بتتفرج عليه، اكيد في ناس كبيره بتتفرج عليه، فهيكون ردة فعلهم ايه لما مثلا تشوفوا بنتهم او ابنهم بيتفرج ان انت انزل عاكس البنت الفلانيه دي؟ غلط. الرابعه والاخيره، الباد بوي ما بيتكسفش يطلب وياخد حقه، بالذات لما حد يجي عليه فبيقول لا على فكره هو مش باد بوي، هو اي حد، اي انسان يعيش ويتعايش على كوكب الارض، لو حد فكر انه يجي على حقه اكيد الطبيعي انه هيقول له ستوب، ده خط احمر. انت كنت فين؟ الموضوع اتجه عند متكون من سكه الاعتناء بالذات او how to take care of yourself لحته انك تشو اوف. هو بيحاول يستعرض قدامك، بقت كل محتوياته انا والبنت البنات حماده ما اعرفش ايه، البنات ازاي تنجذب للبنات، ازاي ما اعرفش ايه، ازاي البنت تنجذب لك، ازاي تكلم. المحتوى راح من الطريقه اللي هو كان بادئ فيها بشكل كويس حته تانية خالص. فانا مش عارف، انا مش ضد مكاوي ولا انا معاه، انا واقف في النص. لما لقيت ان هو بيقدم محتوى كويس مفيد ليا لا اكيد هتابعه، لكن لو باد بويز وشغل بنات والكلام ده اكيد لا مش هتابعه. بس فانا مش هقول اكتر من كده، اتمنى يكون المقطع عجبكم، وهيكون المقطع طبعا المقطع فاني فور فان فقط لا غير. هسيب طبعا رابط لينك قناه مكاوي في الديسكربشن، لينك الفيديو ده في الديسكربشن، والكريدتس خاصه بمكاوي هتكون في الديسكربشن برضو. اتمنى الموقع يعجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. هسيب لينك التيك توك والانستجرام وصفحه الفيسبوك بتاعي عشان تعملوا فولو ولايك. اشوفكم فيديو تاني قريب، كان معاكم MG93. تشاو يا شباب.